ستيفن كوفي لما كتب العادة التانية ابدأ والنهاية في ذهنك ما كانش بيبالغ. ناس كتير فعلا بتجري بكل حماس تشتغل وتنجح ويتسقف لها، لكن في الآخر يكتشفوا انهم وصلوا الهدف ما كانش الهدف اللي هم فعلا بيدوروا عليه. كوفي بيقولك قبل ما تبدأ لازم تكون شايف النهاية اللي عايز توصل لها، مش نهاية الشهر ولا نهاية الشغل أو المشروع، نهاية حياتك كلها. انت عايز لما تمشي الناس تفتكرك بايه؟ بعلمك، باخلاقك، باثرك في حياتهم. تخيل جنازتك، ربنا يديك طولة العمر، بس انت اكيد مؤمن وفاهم كل من عليها فان. تخيل بقى مين اللي واقف في جنازتك وبيقول عنك ايه؟ زمايلك، اصحابك، اولادك، اهلك. وقتها هتعرف انت عايز تمشي من الدنيا دي ازاي. صدقني لو قدرت تشوف الصورة دي من دلوقتي يبقى تقدر ترسم طريقك على اساسها. اكتب، عايز تمشي من الدنيا دي ازاي؟ عايزهم يقولوا عنك ايه بعد ما تموت؟ وبعد ما تكتب الورقة دي هتكون بوصلتك، وكل لحظة بتعيشها دلوقتي يا اما بتقربك يا اما بتبعدك من نهايتك الحقيقية. فقبل ما تكمل جري خد نفسك واسأل نفسك انا رايح فين؟ دلوقتي عرفت انت رايح فين، بس السؤال الحقيقي لسه جاي. هتبدأ بإيه؟ وهتدي وقتك لمين؟ علشان في سباق الحياة مش كل المهم هو الأهم،